لحظة كما فعل ونقله من مكة إلى المسجد الأقصى الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلينا وينصر المسلمين هناك. كان قادر ربنا سبحانه وتعالى ولا يزال قادرا على ذلك، ولكن طب ليه ربنا خلى النبي يعمل كده؟ حتى يعلم الأمة درسا عظيما وهو الأخذ بالأسباب. لازم تاخد بالأسباب وفي نفس الوقت تتوكل على الله. ما هو التوكل على الله؟ التوكل على الله هو الأخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله. يعني حضرتك تاخد بالأسباب بس قلبك يكون متعلق بالله مش بالأسباب، لأن الأسباب لا ترزق ولا تنفع ولا تضر ولا تعطي أي شيء، فقط هي توصلك للغرض الذي تريده. لازم تاخد بالأسباب. مش معنى لما بتقعد حضرتك تاكل على السفرة الأكل بيكون قدامك، انت بتاخد بالأسباب، بتمد ايدك تجيب المعلقة تحطها في الطبق تملاها بالأكل ثم تقرب الملعقة إلى فمك، انت كده خدت بالأسباب. طب ما تاخدش بالأسباب في الأكل وقول لا أنا هقعد كده والأكل هيجيني لحد عندي أصل أنا متوكل على الله. لا، لابد هو أن تأخذ بالأسباب في كل أمور حياتك الدينية والدنيوية. إذا كنت عايز تبقى عالم لازم تتعلم وتاخد بالأسباب. إذا كنت عايز حضرتك تبقى مهندس لازم تاخد بالأسباب. إذا كنت حضرتك عايزة تبقي دكتورة، عايزة تبقي طبيبة، عايزة تبقي عالمة في الفقه، عايزة تبقي أي شيء، لابد أن تاخذي بالأسباب. ما ينفعش تقول أنا متوكلة على الله بقى واللي ربنا يعمله هو اللي يكون. ما تنفعش تقول أنا سايبها ماشية بالبركة. لا، لابد وأن نخطط لحياتنا وفي نفس الوقت يتعلق قلبنا بالله سبحانه وتعالى. أهو زي ما قلت لك كان ربنا قادر أنه ينقل النبي في طرفة عين من مكة إلى المدينة، ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الله جعله يأخذ بالأسباب ويخطط. أول رجل أسس لجامعة التخطيط هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ الغرب أسس التخطيط منا وتقدموا علينا لما تركناه أيها الأحبة الكرام. يبقى أول درس نتعلمه الأخذ بالأسباب والتخطيط. طيب تاني درس نتعلمه يا إخوان، خد بالك من حاجة مهمة. تاني درس لازم نتعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل ما يبقى رسول، كان الكفار والمشركون يتركون عندهم عند النبي الأمانات، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين. كان كل واحد من الكفار عنده أمانة يروح يشيلها عند النبي. ليه؟ أصل النبي صادق وأمين، مشهود له بالصدق والأمانة من قبل الرسالة. فلما أوذي النبي أذى شديدا وأراد أن يهاجر عمل إيه؟ خلى علي بن أبي طالب ينام في فراشه، وبعد كده لما النبي يهاجر علي بن أبي طالب يقوم برد الأمانات إلى الكفار. هنا بقى حضرتك لازم تتعلم درس مهم. مش معنى ان دولت كفار ودولت بيحاربوني يبقى أنا أسرقهم، أخد منهم برامج مكسورة، أخد منهم فلوس، أقول أصل دول كفار، أخد منهم أجهزة، أخد منهم أي شيء، أسرقهم بدعوى أن هم كفار وهم أعداء. طب ما كان النبي عمل كده. أنا وريتك حجم الأذى اللي النبي تعرض ليه هو والصحابة، وريتك حجم الأذى. النبي ليه ما عملش كده وقال علي لا هات الأمانات وتعالى ناخدها، ما تستاهلوهاش، ده هم كفر، ده هم أعداء لله ده. لا، النبي ما عملش كده يا إخوان. النبي ما عملش كده لأن دي مش أخلاق المسلمين، مش ده الأدب ومش هذه التربية التي رباها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. النبي يريد أن يربي الأمة ويعلمها من خلال هذا الذي يحدث. ترك علي بن أبي طالب ينام في فراشه، عرض علي للموت. هذه تضحية كبيرة، وكان علي عمره 20-21 آنذاك. وبعد كده أيها الأحبة الكرام علي يرد الأمانات إلى من؟ إلى أصحابها من الكفار، إلى أصحابها من الكفار. يبقى لازم نكون أمناء حتى مع الأعداء، لازم تكون أمين حتى مع الكافر العدو الذي يعاديك ويظهر لك العداء وإن كان يبطنه، أنت لازم تكون أمين معاه. المسلم لابد وأن يكون أمينا في كل أحواله، في السلم والحرب، في الحل والحرم، في كل وقت وحين لابد أن يكون المسلم أمين. هذا درس عظيم الأمة لم تلتفت إليه في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لازم تتعلم ده، ولازم تكون أمين. أول ما تكون أمين مع الله سبحانه وتعالى، ما تكونش قدام الناس الشيخ التقي الفلاني العالم الجليل صاحب السمعة الطيبة وتيجي في الخلوات، تبقى لما تتقفل عليك الأوضة وتشد الستاير وتغلق النوافذ تقعد قدام المواقع الإباحية وتسمع الأغاني وتكلم الفتيات في الحرام. ما ينفعش. لازم تكون أمين أولا مع الله، ثم مع نفسك، ثم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع دينك.
دينك، لازم تتحرك لدينك وتخدم دينك وتنصر دينك، إما بالدعوة إلى الله، وإما بالجهاد بالمال، وإما بالجهاد بالنفس، بأي شيء. لازم تكون أمين مع أهلك، مع أقاربك، مع جيرانك، مع أصحابك، في عملك لازم تكون أمين في عملك الدنيوي، لازم تكون أمين مع الكفار، مع الأعداء، حتى يعلم الأعداء أخلاق المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا في هذا العنصر الدروس المستفادة أقول لكم أيها الأحبة الكرام، يعني أرأيتم هذه الأشياء التي تعلمناها، الأخذ بالأسباب والتخطيط والأمانة حتى مع الأعداء، أقول لكم والله العظيم إن تعلمنا هذه الدروس سنسود الأمم مرة أخرى، سنسود الأمم مرة أخرى. وأقول لكم إن النصر قريب. خلي بالك، هذا الدين دين الإسلام ما ضيق عليه إلا واتسع. والدليل لما الكفار عذبوا المسلمين، ولما هاجروا المسلمين إلى المدينة في خلال نصف قرن فتحوا ما يقرب من أكثر من تلت الدنيا اتفتحت. شوف ملك المسلمين في عهد عمر بن الخطاب كان إيه؟ كلما ضيق على هذا الدين اتسع. وأحداث 11 سبتمبر منكم ليست ببعيد، يعني شفت انتوا اتهموا المسلمين وقالوا الإرهاب وهم اللي ضربوا البرج، وبدأ الكفار الغرب يقروا عن الإسلام، ودخل في الإسلام آلاف بل ملايين. خلي بالك، ولما حدثت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم أدى ذلك إلى أن الغرب قرأوا عن النبي، فلما علموا أخلاقه العظيمة أسلموا ودخلوا في الإسلام. كلما ضيق على هذا الدين اتسع، وكلما عودي انتشر. والله العظيم يعني تيقنوا من نصر الله. واحد هيقول لي يا مولانا فين يا عم النصر؟ عمالين بقالنا 20 سنة ندعي نقول اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم انصر فلسطين، اللهم انصر العراق، وكل يوم المسلمين يقتلوا ويفرقوا وتقسم بلادهم، وفي شهر واحد هتتقسم السودان. يسيبكم من الاستفتاء الكاذب ده استفتاء كاذب ونتيجته مرسومة من دلوقتي ومعروفة. هتتقسم السودان وهتتقسم بلاد المسلمين، وهي قسمت بالفعل. فين يا مولانا النصر؟ عمال تقول لنا النصر جاي. فين يا مولانا النصر؟ الله يكرمك. هقول لك على حاجة، اعلم أن أشد لحظات الليل ظلاما هي التي أقربها إلى الفجر. خد بالك ان فجر الإسلام قرب. أنا مش بقول الكلام ده من عندي ولا تكهن ولا رجما بالغيب. هقول لك حاجة مهمة جدا، تأخر النصر عنا لأننا الآن لا نستحق النصر. لعل الأمة الآن لم تبذل كل ما تستحق النصر، لسه ما بذلناش اللي عندنا عشان نستحق النصر. طب بلاش دي، لعلنا لسنا مؤهلين للنصر. ليه؟ لأن نصرنا الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات. لعلنا نتكبر ونتجبر، لعلنا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الذين إن مكناهم في الأرض عملوا ايه؟ الذين إن مكنا لهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلى الله عاقبة الأمور. احنا بنعمل كده يا إخوان؟ ده الواحد فينا بيصلي ال5 صلوات بالعافية. ده الواحد فينا عمال يقنع الناس ان الصلاة لازم تصلي، وتارك الصلاة يا إما كافر يا إما فاسق. ده المسلمين النهاردة في منهم في بيوت مسلمة كاملة ما بتصليش الفرض. مش هقول لك النوافل، لا قيام ليل ولا ضحى ولا سنن، ما بيصلوش الفرض. يبقى عايزين نصر ازاي يا جماعة؟ النصر اتأخر علينا. الحكمة لابد وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى حتى ننتصر كما انتصر المهاجرون والأنصار. يبقى آدي الدروس الأولى المستفادة. أولا رأينا الدروس المستفادة. ثانيا التضحيات. المسلمين يا إخوان لما هاجروا من مكة إلى المدينة منهم من ترك ماله كله، ومنهم من ترك ماله وداره، ومنهم من ترك المال والدار والأهل والزوجة. بالله عليك انت النهاردة طلب منك التضحية دي؟ بالله عليك انت النهاردة نقول لك تحجبي مش عايزة تتحجبي، والمسلمون أوذوا وعذبوا. المسلمين أوذوا وعذبوا بسببك وبسببي وبسببنا كلنا، ومع ذلك يا إخوان مش قادرين نبطل معاصي، مش قادرين نبطل ذنوب، مش قادرين نستغنى عن ذنوب، مش قادرين نقاوم هوانا وشهواتنا، وأجدادنا تعذبوا عذاب شديد من أجلنا. والله العظيم هيقابلونا يوم القيامة، هيقابلك بلال ويقول لك أنا اتعذبت عشانك، عشان أجيب لك الإسلام على الجاهز وانت قاعد في بيتك، اتولدت في أب مسلم وأم مسلمة وبلد مسلمة، وأنا اتعذبت عشانك، وفي الآخر تفرط في حق الله. والله العظيم هتقابلك زنيرة وتقول لك أنا اتعميت عشانك واتعذبت عشانك وثبت عشانك، وانت في الاخر ماشيالي من غير حجاب، وانت في الاخر مصاحبالي ولد، وانت في الاخر مبطله صلاه، وانت يعني يا ايها الاحبه الكرام
إن خير إرث يتركه البشر للبشر هو ما تركه محمد لنا وهو الإسلام. الصحابة تعذبوا والإسلام قالنا احنا عجاز، عشان كده احنا مش حاسين بالنعمة دي ولا عارفينها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. ضحوا والله. يعني صهيب بن الرومي من فقراء المسلمين، كان مهاجر في السر، ولكن المسلمين زي المشركين زي ما بنقول كده مسكوه. قالوا له تعالى رايح فين؟ قال لهم مهاجر إلى رسول الله. قالوا له ارجع، قال لهم مش راجع. قالوا له اكفر، قال لهم مش هكفر. قالوا له طب دلنا على أهلك على مالك وعلى دارك واحنا نخلي بينك وبين محمد. قال لهم، راح فدلهم على ماله وعلى داره. راحوا المشركين خدوا ماله وخدوا داره. لما ذهب صهيب إلى المدينة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. أيوة، باع الدنيا واشترى الآخرة، باع مكة واشترى المدينة، باع الكفر واشترى الإيمان واشترى الإسلام. مش مهم دار تروح، مش مهم مالي يروح، مش مهم كل حاجة تروح، المهم أفضل مسلم وأفضل موحد وأفضل ثابت على ديني وأفضل ألقى الله سبحانه وتعالى على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. تضحيات عظيمة أيها الأحبة الكرام. هم ضحوا بأموالهم وبفلوسهم. انت حضرتك تخيل ان انت لو انت تعبت او والدك تعب عشان يبني البيت في خلال 20 سنة اللي انت ساكن فيه ده، وبعد كده جه طلب منك انك تسيب بيتك وتمشي وتخرج، بالله عليك هتعمل ايه؟ ده انت ممكن تفتن في دينك، ده انت ممكن تسيب دين، ممكن انا اسيب، يعني الواحد فينا يسيب دينه. لا حول ولا قوة الا ان كنا ضعفاء، ونحن ضعفاء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا وان يقوي ايماننا وان يقوي عزيمتنا. ايها الأحبة الكرام، الصحابة تعرضوا إلى فتن قوية وعظيمة، ومع ذلك ثبتهم الله سبحانه وتعالى. وإحنا قاعدين في بيوتنا وقاعدين في سرايرنا وقدامنا التلفزيونات والكمبيوتر وقدامنا الدش، وإذا كنا